كيبدا الفيلم ديالنا في عالم الخيال بجوج ديال المملكات قراب لبعضياتهم بزاف، وبالرغم انهم جيران حتى واحد ما كيحمل الاخر. المملكه الاولى كيعيش فيها بنادم عادي وكيحكمهم ملك سميتو هنري، واحد المغرور وطماع وظالم واي حاجه خايبه يقدر يديرها. والمملكه الثانيه عايشين فيها جنيات بمختلف الانواع وكائنات غريبه ومخلوقات سحريه، وبالرغم انهم ما حكمهم حتى ملك ولا ملكه عايشين في سلام مع بعضياتهم. ومن بين هاد الكائنات كنشوفوا واحد الجنيه سميتها ماليفيسنت، ظريفه بزاف وكتعامل كاع المخلوقات معامله زوينه وكل شيء كيبغيها، وكانت هي اقوى جنيه في ديك المملكه. وهي كدور فيها كيجيو لعندها ثلاثه ديال الجنيات وكيقولوا ليها حراس المملكه شدوا شفار بشري دخل المملكه ديالهم وشفر جوهره. ديك الساعه مشات طايره لتماك، وتماك لقات الحراس محاصرينه في واحد الكهف وهو ميت بالخلعه. دوات معاه ماليفيسنت وقالت ليه غير خرج عليك الامان، وفعلا كيخرج وكان غير دري صغير في عمرها سميتو ستيفن. كطلب منه يرجع الجوهره اللي شفر وكيرجعها، وديك الساعه كتمشي معاه باش تخرجوا من المملكه ويرجع منين جا. وهما غاديين في الطريق بداو كيتعرفوا على بعضياتهم، وهنا كنعرفوا بلي ستيفن من عائله فقيره، ومن نهار مات امه وباه وهو خدام في المملكه ديال البشر. ماليفيسنت بقى فيها ستيفن بزاف وبدات كتهون عليه، ومني وصلوا للحدود كيسلم عليها، ولكن ماليفيسنت كتهرب يديها بالزربه حيت كتحرق مني كتقيس يديه، وكيطلع الختم ديالو من الحديد، والحديد نقطه ضعف للجنيات. ومني عرف ستيفن هادشي ديك الساعه كيطلب منها السماح وكيلوح الختم بعيد. ماليفيسنت ملي كتشوف دار هادشي على قبلها كيعجبها الحال بزاف وكتزعط فيه، وهو كيوعدها غادي يرجع يشوفها مره اخرى وكيمشي. البنيه بقات الليل كله وهي كتفكر فيه وما بغاش يتنسى ليها، وكتسناه يرجع عندها بفارغ الصبر. وفعلا بعد مده كيرجع لعندها وفرحات به بزاف، وديك الساعه دورته في المملكه وعرفته على الكائنات السحريه وبقاو كيلعبوا مع بعضياتهم ولاو صحاب بزاف. ونهار على نهار كيولفوا بعضياتهم حتى كتوصل ماليفيسنت ل 16 عام وكيعترفوا بحبهم لبعضياتهم. وكيدوزوا الاعوام كتكبر ماليفيسنت وكتكبر معها القوه ديالها، وقررت تكون هي الملكه وتحمي مملكتها من الاعداء. وكانت مقلقه بزاف وحزينه حيت ستيفن بعد عليها وما بقاش كيجي يشوفها كي كان من قبل، وشحال هادي ما سمعت عليه شي خبر، ولكن كتحاول تجاوز هادشي باش تركز في حمايه مملكتها. وبقات غاده في حال هكا حتى لواحد النهار الملك ديال مملكه البشر سخن عليه راسو اش كاين ما اش كاين، مملكه الجنيات عايشين في سلام، خاصني نكدها عليهم وشوفوا هاد بنادم هذا. المهم جمع الجنود ديالو استعدوا باش يهجموا عليه وهي تشوفهم ماليفيسنت جات لعندهم وحضراتهم باش ما يقربوش لمملكتها، وهما يبداو يضحكوا عليها ويا ريتهم سمعوا لهضرتها، حيت غير تحركوا لجهه المملكه كيخرجوا لهم مخلوقات غريبه من تحت الارض كيهجموا عليهم، وما كاين غير الله يعطيك الصحه يحسد. ومع دوك المخلوقات مقدرين ضربه وحده كتصفي على 10 في دقه. وماليفيسنت حتى هي ما مقصراش من جهدها، خلات المخلوقات ملاهين في الجنود ومشات للملك ضربته حتى طاح. ومني بغات ترجع ليه كيضربها بالدرع اللي في يديه اللي من الحديد وكيحرقها، ومني كيشوف راسو خاسر كيهرب هو والجنود ديالو اللي بقاو معاه. ومني رجع المملكه ديالو كانت لها ديال بصح وحلف حتى ينتقم من ماليفيسنت. والمسخوط هو في الفرش الموت وجمع الوزراء ديالو وقال لهم انا عارفكم كتسناو غير الفرصه باش نموت ويشد واحد فيكم بلاصتي. هادشي علاش اللي جاب لي حق يقتل ماليفيسنت هو اللي غادي يتوج ملك المملكه وغادي يكون عريس لبنتي. وهادشي كامل كان حاضر ليه ستيفن اللي كان خدام عند الملك. وديك الساعه مشى لعند ماليفيسنت طلب منها السماحه حيت بعد عليها، وشحال من عام ما جا لعندها وحذرها من الملك وداك الشيء اللي بغى يدير فيها، وهي غير سمعته خايف عليها نسات راه كان بعيد على هاد السنين كامله، ورجعت تاقت فيه وسمحات ليه. وهما بالكين كيتعاودوا مع بعضياتهم على السنين اللي ما تشوفوش فيها. كيعطيها ستيفن واحد المشروب تشربو وشرباتو بلا ما تردد حتى لحظه، وغير سرح فيها المشروب غيبات. وهنا كنعرفوا بلي ستيفن جاي يقتلها باش يشد الحكم ويتزوج ببنت الملك، والرجاله ما فيهم ثقه. المهم مني غيبات هز موس باش يقتلها ولكن بقات فيه وما قدرش، وهي تجي واحد الفكره جهنميه اللي هي يقطع عليها جناوحها، وفعلا كيقطعهم وكيديهم الملك اللي كيفرح بزاف وكيوعدو يزوجوا بنته ويشد الحكم بلاصتو. وكنرجعوا لعند ماليفيسنت اللي كتنوض وكتصدم مني كتشوف جناوحها مقطعين وكتدمر بزاف وكتبقى تبكي بحرقه وهي ما مصروطاش ليها. وهنا غادي تبدل ماليفيسنت مليون درجه من وحده ظريفه لوحده شرانيه وما كترحمش، وحلفات ما تبقى تثق في شي واحد. وستيفن جاي نوبته حتى هو، وهي غاده كدور في الغابه شافت واحد الصياد شاد غراب بغى يقتلو، وهي تفكر باللي خاصها شي واحد
واحد يكون عينيها وجناحها ودها اليمن، وهي تصيفط الغراب تعويضه خلاتو يتحول من غراب لانسان عادي، وغير ناض شكرها حيت عتقاتو وكيوعدها يخدمها حياته كامله ويكون وفي ليها. ديك الساعه حولاتو الغراب عاوتاني باش يجيب لها خبر لمملكه البشر، وغير وصل تماك لقاهم كيتوجو ستيفن كملك جديد للمملكه ديالهم، وهو ما عطلهاش. ديك الساعه مشى لعندها وعاود ليها على داكشي اللي شاف، وهي مني عرفتو دار هادشي كامل باش يشد الحكم ويتزوج بنت الملك. تعصبت بزاف ومشات تسطى، وبقوه الشر اللي ولا فيها تحولت المملكه من مملكه كلها خضوره وزوينه لمملكه كحله وكلها مظلمه، وكاع المخلوقات المملكه اللي كانوا كيبغيوها ولاو خايفين منها، وعلنات راسها الملكه الرسميه لمملكتهم. وبعد مده كتزاد عند ستيفن بنيه وكيسمع الغراب الخبار، وديك الساعه كيمشي لعند ماليفيسنت وكيقول لها على داكشي اللي سمع، وكيعلمها باللي غادي يدير ليها اسبوع كبير. وطبيعه الحال ماليفيسنت ما غاديش دوزها ليه، ومن عينيها باينه ناويه على خزيز. وكنشوفوا الحفله الكبيره اللي فيها كاع الناس اللي عايشين في المملكه، حتى من جنيات الامنيات اللي عايشين في مملكه ماليفيسنت جاو، وبدات كل وحده فيهم كتمنى لبنت الملك امنيه. الاولى تمنات لها انها تكون زوينه بزاف، والثانيه تمنات انها تكون دائما فرحانه وعمرها تحزن. ويلا قربت الثالثه باش تمنى امنيه حتى هي كيدخل واحد الريح شديد للقاعه، وكتدخل معاه ماليفيسنت. ستيفن شافها وهو يتصدم وما فهم والو. هاي ما درتي فيها ما يليق، عارض على المملكه كامله وانا لا، زعما ما دوزناش قليل. وهو يقول لها ستيفن سيري فحالك، انت غير مرحب بك في المملكه ديالي، على دخول الحمام فحال خروجو. لا 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 امبوسي، نمشي قبل ما نعطي امنيتي لبنتك. انا امنيتي ليك تكوني زوينه وظريفه وكاع الناس كيبغيوك وكيحماقوا عليك، ولكن مني غادي توصل عيد ميلادك 16 عام غادي تضربي يدك بمعشوكه ديال مغزل الصوف وغادي تنعسي حياتك كامله وكانك ميته. ستيفن مني سمع هادشي مشى يتسطى وترجاها تبطل اللعنه ديالها. الله شحال زوينه بنادم يترجاك، عاود ترجاني نشوف. وديك الساعه برك ستيفن على ركابي وعاود ترجاها. اوكي، على قبل العشره اللي كانت بيناتنا بنتك غادي تنوض، ولكن بشرط ما غادي تنوض حتى يولي شي واحد كيبغيها حب حقيقي. وحيت ماليفيسنت ما بقاتش كتامن باللي كاين الحب الحقيقي، مشات وهي فرحانه ومتاكده باللي بنته غادي تبقى حياتها كامله وهي ناعسه وما غاديش تنوض من السحر اللي دارت ليها. ستيفن من ورا هادشي اللي وقع لبنته جمع كاع آلات غزل الصوف اللي عنده في القصر كامل وحرقهم، وعطى بنته لدوك ثلاثه الجنيات يربيوها حتى دير 16 عام ونهار عاد يرجعوها ليه باش زعما تبطل اللعنه اللي في بنته. وفعلا كياخذوها وكيشدوا الطريق بها. في نفس الوقت كيامر ستيفن الجنود ديالو يهجموا على ماليفيسنت، ولكن مع من نتوما حنيني. ديك الساعه كدير سور بيناتهم ما يقدر يدوز منه حتى واحد باش تحمي مملكتها. وكنشوفوا الجنيات اللي خداو اورورا لواحد الكوخ وسط الغابه وتحولوا لعائلات كبار باش يعرفوا يربيوها. فكيشوفهم الغراب وكيمشي يقولها لماليفيسنت، وكتمشي لعندها وكتقول لها انا كنكرهك، وبقات كتخلع فيها. الساعه اورورا ما تخلعتش، بالعكس كيعجبها الحال وكتضحك ليها. ماليفيسنت ملي كتشوفها كتحس بشي حاجه من جهته، ولكن ما كتسوقش وكتمشي. الجنيات حيت عمرهم رباو ما عرفوش كيفاش يربيو اورورا ولا حتى كيفاش يتعاملوا معاها ولا حتى اش غادي يوكلوها. اورورا مسكينه كتبقى تبكي، فكيشوفهم الغراب وكتبقى فيه بزاف. وديك الساعه كيمشي يقولها لماليفيسنت وكتصيفطو يمشي يوكلها. وفعلا في الليل والجنيات جابدين عليه كيجيب ليها الغراب زهره فيها الماء وكيشربها وكيزعزع بها الناموسيه حتى كتنعس. والنهار الاخر كيكونوا الجنيات كيلعبوا مخلين اورورا راسها وما مهتمينش بها. فكتجي ماليفيسنت وبتعويضه وحده خلات البيت عندهم كله شتا وكانت مستمتعه بهذا الشيء اللي كدير. وداز الوقت وكيبان لنا ستيفن اللي باقي باغي ينتقم من ماليفيسنت، فصيفط الجنود ديالو امرهم باش يشعلوا العافيه في السور باش يطيح ويقدروا يدخلوا لمملكته ويقتلوها. وفعلا كيشعلوا العافيه وماليفيسنت شايفه كلشي بعينيها، خلاتهم حتى سالاو وهي تامر السور يهجم عليهم. فكيهجم عليهم وما كاين غير الله يعطيك صحاحتك. ومني شافوا راسهم خاسرين هربوا في حالهم ومشاو لعند ستيفن وعاودوا ليه على اللي وقع. فكيتعصب عليهم بزاف وكيضرب القائد ديالهم بواحد المسمنه، وهو كيغوت عليهم كيشوف الخنجر اللي من الحديد وكيبان لينا ناوي على خزيز. وبعد اعوام كبرت اورورا شويه وكتكون ماليفيسنت حاضياها من البعيد، والجنيات ما مهتمينش بها وغير مضاربين مع بعضياتهم. فجاه كتشوف اورورا واحد الفراشه وكتبعها وكتبقى غادي كتجري حتى كطيح من المنحدر. لحسن حظها كتصيفط ماليفيسنت تعويضه للغصن ديال الشجره وكيعتقها في اخر لحظه. وبالرغم ان ماليفيسنت ولات شريره باقي فيها واحد الجانب طيب وكتبرر حمايتها لاورورا بانها بغات توصل 16 عام باش تصاب باللعنه. وكيدوزوا الاعوام وكتزيد تكبر اورورا وكتكون مصاحبه مع الغراب اللي ولا عزيز عليها بزاف. وكنشوفوا ماليفيسنت اللي باقا لحد الان حاضياها وكتحميها الا كانت غادي توقع لها شي حاجه. وواحد النهار قربت اورورا من السور وباينه دارها راسها وما كرهاتش تعرف شنو كاين من وراه. وفي هذا الوقت كله كتكون ماليفيسنت حاضياها وكتشوف الجنود اللي بغاو يهجموا على اورورا حيت كان كيحساب لهم هي ماليفيسنت. ديك الساعه كتصيفط تعويضه لاورورا
كتنعسها وكتبع لها هي والغراب اللي حاولات الديب بالجنون، ومني سالات منهم كتدي اورورا معاها وكتمشي لمملكتها. مني كتفيق اورورا كتشوف الكائنات السحريه وكتكون منبهره بهم بزاف وكتبدا تلعب معاهم، وهي كتلعب فجاه كيهربوا المخلوقات واورورا مستغربه علاش مشاو، حتى كتشوف ماليفيسنت مخبيه وحاضيها من البعيد، فكتطلب منها اورورا تخرج لعندها وكتخرج ماليفيسنت وهي تقول لها اورورا انا من ديما كنت كنحس بك معايا وحاضياني من البعيد. وخرج لعندها حتى الغراب وسلم عليها وقال لها انا هو الغراب اللي كنت كنلعب معاك ملي كنتي صغيره. فكتفرح اورورا بزاف، ومن داك النهار ولات كل مره كتجي لعندهم للمملكه، وحيت ظريفه بزاف دغيا انسجمت مع المخلوقات السحريه وحتى هما ولاو كيبغيوها بزاف وعزات عليهم. وواحد النهار واورورا ناعسه كتجي لعندها ماليفيسنت وحاولت تبطل اللعنه اللي رمات عليها، ولكن ما قدراتش حيت ملي كانت رمات عليها تعويضه قالت حتى مخلوق في العالم ما يقدر يبطلها. وكيبان في ماليفيسنت بلي ندمات بزاف، بالخصوص ملي شافتها كيفاش كتعامل مع المخلوقات السحريه اللي في المملكه ديالها. فكتعيط ماليفيسنت على اورورا وبركو يدويو مع بعضياتهم، وتما كتقول لها اورورا انا غدا عيد ميلادي ديال 16 عام، واول حاجه غادي نديرها هي غادي نجي نعيش معاك هنا. وهي تقول لها ماليفيسنت علاش غادي نتسناو حتى الغدا، جي اليوم عيشي معايا. فكتفرح اورورا بزاف وما قداتها فرحه، وهي كتفكر اش غادي تقول للجنيات كيجي لعندها واحد الولد سميتو فيليب تاه على الطريق اللي كتدي للقصر وكيسولها عليها. فنعتت ليه اورورا الطريق، وحيت اورورا اول مره تشوف بنادم عادي والتقاده ديالها من الفوق دغيا طاحت على زنافرها، وحتى هو تسحر بالجمال ديالها. هاد الوقت كله ماليفيسنت كانت حاضياهم من البعيد وكيبان لينا الغراب اللي فرحان بزاف، وقال ماليفيسنت واخيرا جا اللي غادي يبطل لينا اللعنه. وهي تقول ليه ماليفيسنت ما غاديش يبطل اللعنه حيت ما كايناش شي حاجه سميتها الحب الحقيقي. فكيتقلق الغراب وكيمشي وكيخليها، والجنيات كيوجدوا الاورورا حلوه عيد ميلادها كتدخل لعندهم وكتعلمهم باللي هي كبرت وغادي تمشي تعيش في مملكه الجنيات، وهما كيتصدموا كيتقلقوا بزاف. وبالغلط وحده قالت لها بقالك غير نهار واحد ونرجعوك عند باك. اورورا كتصدم وما كتفهم والو حيت كانوا مفهمينها باللي والديها ميتين. ديك الساعه ما كيلقاو حتى حل اخر وكيعاودوا ليها الحقيقه كامله من طقطق حتى السلام عليكم. ديك الساعه مشات لعند ماليفيسنت وبقات كتغوت عليها وقالت لها انا اش درت لك حتى درتي لي هاد اللعنه. ماليفيسنت ما عرفاش باش تجاوبها وما عرفاش ما تقول وبقات غير ساكته، ومني بغات تقرب منها كتوقفها اورورا وكتمشي وكتخليها. فكتشد الطريق باش تمشي تشوف باها، ومني وصلت للمملكه دخلوها الحراس لعندو مشات كتجري عن كاتو، ولكن هو دار فيها حيت جات قبل من الميعاد ديالها وامر الحراس يدخلوها البيت ويسدوا عليها. وهي كتضرب في الباب باش يحلوا عليها كتسمع شي صوت كيعيط ليها، ومني مشات تشوف لقات باب سري في البيت خرجت منه وبقات تابعه الصوت اللي كيعيط ليها حتى كيوصلها الغرفه اللي فيها مغازل ديال الصف اللي كانوا حرقوا من قبل. ومع كملت 16 عام تجمع واحد وبلا ما تحس براسها ضربات يدها مع الشوكه وجرحات صبعها. كي دارت هادشي بدات اللعنه وطاحت غيبات. في نفس الوقت كتكون ماليفيسنت جايبه فيليب معاها باش يبطل اللعنه، فقدرت تسلل القصر وكتدخل هي والغرب بلا ما يشوفها شي حد، وكتحط فيليب قدام البيت ديال اورورا وكتدرج. ومني جاو الجنيات يشوفوا شكون كيتصدموا مني كيعرفوه الامير، وديك الساعه كيجروه ناحيه الاميره اورورا. ومني مشى لعندها كيتفاجئ مني شافها ناعسه. ديك الساعه كيقرب ليها ولكن ما كيوقع والو وكتبقى ناعسه. فكيتعصبوا الجنيات وكيخرجوه لبرا وكيمشيو يقلبوا على شي واحد اخر غادي يبطل اللعنه. فكتستغل ماليفيسنت الفرصه وكتمشي لعند اورورا وطلبت منها السماحه وقالت لها انا نادمه بزاف على هذا الشيء اللي درت ليك، الكره والشرع موليه عينيا وعمري توقعت انني غادي نبغيك شي نهار. ووعدتها باللي عمرها غادي تخلى عليها وغادي تبقى ديما تحميها وباستها في راسها. وحيت ماليفيسنت بغاتها من قلب هذيك الساعه كتحل اورورا عينيها وكتنوض من اللعنه وكتقول لها انا مسامحه ليك. فكتفرح ماليفيسنت بزاف وكتزيد تفرح ملي كتقول لها اورورا انا بغيت نعيش معكم في مملكه الجنيات. وهما غاديين كيتسلاو باش يخرجوا من القصر كطيح على ماليفيسنت شبكه ديال الحديد وكيدوروها الحراس. حاولت باش تخرج من الشبكه ولكن ما قدراتش حيت قوتها ضعفت بزاف، وبغات تعتقها اورورا ولكن كيشدوها الحراس وما خلاوهاش. ديك الساعه صيفطات ماليفيسنت تعويضا للغراب وحولته لتنين كبير وكيضربهم بالعافيه باش يبعدهم على ماليفيسنت وحيد عليها الشبكه. ديك الساعه قالت الاورورا تهرب وما دازش بزاف ديال الوقت حتى ربطوا الغراب بسناسل ديال الحديد وحاصروا ماليفيسنت. سيفيل جا ليه بلبسه واسلحه ديال الحديد وبقى كيضرب فيها وهي ما قدرتش تقاومه حيت قوتها ضعفت بزاف. في نفس الوقت اورورا دخلت البيت اللي فيه جناوح ديال ماليفيسنت وبقات مقاتله معاهم حتى حراتهم، ويلاه بغات
يقتل لها السيفين من حسن حظها كيلصقوا لها جنوحها في ظهرها في اخر لحظه. ديك الساعه كترجع ليها قوتها اكثر من الاول، كتمشي تحرر التنين اللي كتخليه ملاهي مع الجنود وكتمشي للسيفن اللي كيشدها بسلاسل ديال الحديد في رجليها، ولكن مع من تحنين ديك الساعه جراته هو وسلسلته جرجرات به المملكه كامله. حاول يتحرر ولكن ما قدرش، خرجت به لبرا وطلعته فوق القصر وضرباته، ومني بغات تقتلو فكرات في اورورا وطلقاتو باش تمشي، ولكن الغدار كيبقى غدار، جا من وراها وتلاح عليها وطاحوا بجوج من القصر. حاول يشد فيها باش طيح معاه ولكن هي تلقاتو وطارت في اخر لحظه وخلاتو يلقى مصيرو، وبهذا الشيء كتكون خدات الانتقام ديالها من اكثر شخص كانت كتثيق فيه. والنهار الاخر كطيح ماليفيسنت داك السور كامل ورجعت المملكه كي كانت كلها خضوره وزوينه، وتوحدوا المملكات بجوج وتوجت اورورا الملكه الجديده المملكات بجوج، والمخلوقات السحريه كاملين فرحانين بها، وكيجي فيليب حتى هو وكتفرح بيه اورورا بزاف، وكيعيشوا مع بعضياتهم بخير وعلى خير. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الملخص ديالنا. الى عجبكم الفيديو استمتعتوا به ما تنسوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. هذا الملخص فيه الجزء الثاني. الى عجبكم هذا الجزء واستمتعتوا به وبغيتوني نلخص لكم الجزء الثاني قولوها لي في التعاليق. نشوفكم في الفيديو الجاي.